لو عندك انترفيو ازاي تجاوب على واحدة من ارخم الاسئلة في الانترفيوز؟ قول لنا غلطة عملتها كبيرة وازاي اتعلمت منها، او قول لنا ريسنت ايرور حصل معاك في الشغل وازاي اتعلمت منه. الحقيقه خلينا اول نتفق على حاجه، انه في الانترفيوز كويستشنز بالذات مفيش حاجه صح وغلط، يعني مفيش اجابه صح. يعني ما تقدرش ابدا تاخد فيديو حتى لو شفت يعني اكتر واحد بيفهم في الدنيا في الانترفيوز. الاجابه بتعتمد على الكونتكست او السياق اللي انت موجود فيه، اجابتك شكلها عامل ازاي. في حاجات معينه جايدز بنمشي فيها وده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو النهارده، في حاجات معينه تبعد عنها وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو النهارده. بس مفيش اجابه صح، ممكن تجاوب اجابه في علم الاخر ده غلط جدا، بس والله جاوبتها بطريقه كويسه وقلتها بطريقه صح. الناس اللي قاعده قدامك كونسيفد ان الكلام ده مظبوط والله واكل معاهم، ففي الاخر الاجابه بتاعتك 100 فل و14. والعكس صحيح، ممكن تجاوب الاجابه اللي هي شفت 90 فيديو عليها وفي الاخر قلتها بطريقه غلط، او الناس اللي قاعده مش قابلاها اصلا، فكل حاجه هتطلع غلط. نرجع للسؤال. السؤال ده خلي بالك فيه بعض الجايدنس مهمه قوي. قول لنا ريسنت ايرور. اول حاجه خالص ما ينفعش تكون فيتال ميستيك، يعني ما ينفعش تقول مثلا والله مصيبه عملتها في شغلك، لان الشخص اللي قاعد قدامك ده مش شغال معاك. انت ممكن تكون شاطر جدا بس انت بتبيع نفسك. مفيش حد ابدا هيبيع لك عربيه يقول لك خلي بالك العربيه دي يعني بعنا منها 1000 منتج، في 900 رجعوا لنا بعد شهر والله. ما حدش بيعمل كده. فانت منتج، انت بتبيع نفسك في الانترفيو. فلما تيجي تقول ريسنت ايرور ما تقولش ابدا فيتال ميستيك، لازم تقول حاجه تكون ميستيك يعني معقول حصل وتكون انت عملته. بلاش قلنا زي ما احنا قلنا في السيريس اللي فاتت، بلاش المعلبات، بلاش ايه حاجه احنا عملناها. الراجل بيسالك سؤال واضح، هقول لي غلطه انت عملتها، فلازم تبقى غلطه فعلا انت عملتها. ادي اول حاجه. تاني حاجه لازم تافويد البيهيفير ميستيكس اللي هي ليها علاقه بالبيهيفير بتاعك، اللي هو مثلا ما تجيش تقول والله كنت في شغل مره فراحت عليا نومه ففوتت الشغل، او فوتت مثلا تاسك مهم جدا راحت عليك نومه. دي حاجه بيهيفير، دي مش غلطه عملتها، ده انت شخص مستهتر. فاهم قصدي؟ فانت ما ينفعش تتكلم عن حاجات ليها علاقه بشخصك، دي بتبقى مشكله كبيره جدا. ما ينفعش مثلا تقول والله ان انا كنت بتكلم مع مديري فشدنا مع بعض فزعقت له ورزعت الباب وانا خارج، بس انا بعد كده هندلته وصالحته. ده بيهيفير، دي حاجات ما بتتغيرش. والبيهيفير بالنسبه للشركات عموما الكوربوريت، انا ممكن اغير اطور الشخص، انمي الشخص، بس ابدا لما بيكون في الانترفيو اي انترفيور بيبص عليه، بيبص على البيهيفير بتاعك. لو انت شخص عندك ليرنينج اجيليتي، قابليه التعلم بتاعتك عاليه، بتسمع كويس، مهما عملت مصايب في الشغل خلاص والله ده هيتغير. لكن لو في مشكله في البيهيفير بتاعك نفسه، كل سنه وانت طيب. طيب اجاوب ايه بقى؟ تجاوب الحاجات اللي هي ليها علاقه بالدي تو دي ورك بتاعك. يعني اديك مثال، على سبيل المثال لو انت النهارده قلت والله انا كنت في تاسك معين اشتغلت عليه، وكان في بارت معين اشتغلنا عليه بيزد على الاسامبشن، انا كنت متاكد بطبيعه الاكسبيرينس بتاعتي في كذا كذا دايما بيحصل، فاحنا كنا اسيومد واعتبرنا ان كذا كذا هيحصل. هاويفر لما اشتغلنا على البروجكت والله بعد كده لقينا ان في جاب كبير جدا، ان احنا افترضنا رقم معين والرقم ده كان غلط نتيجه ان احنا ما عملناش ديب اناليسيس كويس، فاتتنا الحته دي، اعتمدنا على خبرتنا. الجزء المهم جدا لما تيجي تعدل الريسنت ايرور انك تقول حاجات تبين ان انت اتعلمت حاجه من الخطا ده. اديك مثال، في المثال اللي لسه قايله دلوقتي، لو انت فوتت حاجه معينه او جيت اشتغلت على حاجه معينه فوتها وما خدتش بالك منها، طب انت عملت ايه؟ والله لا العكس، ده انا بعد كده خدت الغلطه دي وشفت ايه الحاجات اللي انا كمان كنت مفوتها، وخدت حاجه تاسك معين اشتغلنا عليه التاسك ده، بدات ان انا اشوف ايه موضوع الراسي موديل، افهم كويس قوي ازاي نشتغل على التاسك كويس، فخدت حاجه اسمها الراسي موديل، حطيت شخص ريسبونسبل اكاونتبل مش عارف ايه كونسلتنت، يبان ان انت ده انت مش بس اتعلمت حاجه، ده انت اتعلمت وقريت وشفت ازاي تصلح حاجه زي كده. ولما تبقى بروجكت مانجر بعد كده انت فهمت كويس قوي ايه هو الراسي موديل وتشتغله ازاي، فبان ان انت في طريقك. انت بعد ما قلت حاجه وحشه رحت جاي حاجه بوزيتيف على طول، قد ايه انت شخص جامد وفهمت، وانت اصلا شخص عارف الراسي موديل وعارف البروجكت مانجمنت. فلا ده انت غلطه بس انت عارف الاصول والاثكس تشتغل ازاي. الحاجه مهمه جدا وانت بتقول المثال بتاع الريسنت ايرور، انك لما تقول صلحته ازاي تقول جود بيهيفير اكشن خدتها. بتقول والله اول حاجه خالص ان انا كنت شخص فيري اكاونتبل، انا رحت للشخص اللي انا غلطت في حقه، كان مديري مثلا تاسك مديهولي، وضحت له ان انا اي تيك فور ريسبونسبيلتي، انا ممكن دي حاجه كانت ميزد مني فانا بتحمل مسؤوليتها، بس اوعدك ان شاء الله الاكشن اللي هاخده 1 2 3 4 عشان اكوركت الموضوع ده واصلحه، وبعد كده الموضوع اتصلح بطريقه ما او اخرى. لكن لازم تبان ان انت شخص مسؤول، شخص كبير، شخص فاهم كويس قوي، مش تلاعب. اصلا ما كانتش غلطتي، اصلا انا كان معايا واحد في التيم هو اللي عملها، اصلا انا بس كنت قلت لهم، بس كان المفروض اضغط عليهم بس هم ما خدوش بالهم من الكلام اللي انا بقوله. الطريقه دي ابدا اجين انت رجعت للمشكله في البيهيفير، ان انت عندك مشكله في انك شخص اكاونتبل وريسبونسبل. اخر نصيحه بس باكد عليها قلتها في اول فيديو بس لازم اقولها لك تاني، لما يقول لك ريسنت ايرور انت عملته لازم تقول ريسنت ايرور انت اللي عملته، ما تقولش احنا كنا شغالين في بروجكت فعملنا، انت كده بتهرب من السؤال.